إن الله تبارك اسمه وتعالى عظمته جعل من وأمر من صلاة القول الذي الأرحام وأنزل من الطائف وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا نسبا وكان ربك قديرا أمر الله يجري إلى قضائه وقضاءه إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل حساب يذكر الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الحمد لله الذي أحل النكاح وحرم البغي والسفاح والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي أمر بالبلاء وعلى آله وصحبه ذوي الصلاة والإصلاح. أما بعد فإن الله تعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب فمن استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. أما بعد أعقدوا نكاحكم على فرائض الله وسنة رسوله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد أشهد الحاضرين فإن السيد آل سفيان آل علاب السيدة الست أمينة بنت ابن عبد القادر على فرائض الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما اشترط وتراضي عليه الصداق بحكم وكالتهما إياي قبلت لها وقبلت له. ونسأل الله عز وجل أن يبارك لهما وأن يوفقهما الصالح وأن الله يسلمك الله الحمد لله حق حمده خير كله بيده الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا نبيه وعبده وعلى آله وحزبه وأهل بيته. نسألك اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين التمثيلين لك بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذو الخلق العظيم والقلب الرحيم وبإخواني من الأنبياء والمرسلين وبالملائكة المقربين وبالأولياء الصالحين وبالعلماء الأتقياء العاملين أن تتقبل يا رب ما أطعم من الطعام في هذه الخيمة الميمونة المباركة وما قرأناه يا رب من أوائل سورة البقرة وخواتمها يا أرحم الراحمين. واجعلوا يا رب رحمات ونفحات على أموات أرباب الزفاف يا أرحم الراحمين جميعا. اللهم يا رب تقبل هذه الأطعمة من الطعام وما قرئ من القرآن يا أرحم الراحمين. واجعلوا على أربابهم يا على أرباب الزفاف على أموالهم يا أرحم الراحمين وعلى بني عمومتهم جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب تقبلوا منا يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب ارحم بهذه الصدقة لهم وأمواتهم يا أرحم الراحمين وابرد بها مضاجعهم يا أرحم الراحمين واكرم بها نزلهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب بهذه الصدقة نسألك أن ترفع عنا بها البلاء والغلاء والوباء يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب نسألك أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا رب نسألك أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا رب نسألك في هذه الخيمة المباركة الميمونة في هذه الحضرة يا أرحم الراحمين
اللهم يا رب نتوسل بك بسيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبالقران الكريم وما فيه من ايات الحميد لا تجعلنا في مقام هذا ذنب الا غفرته ولا مريض الا شفيته ولا مسجد الا اطلقته ولا عاقل بزريا الا اعطيته ولا عذب الا زوجته ولا جاهل الا علمته ولا ضال الا هديته ولا مظلوم الا نصرته ولا هم الا فرجته ولا كرب الا انقذته ولا صعب الا سهلته ولا دين الا قضيته ولا حاجه ولا عار الا قيسمته ولا جاهل الا علمته ولا فقير الا اغنيته ولا حاجه من حوائج الدنيا يسرهم ولا فيها صلاح الا اغنتنا عن هذه وكرمك يا اكرم الاكرمين. اللهم يا محول الاحوال اسالك ان تحول المسلمين جميعا الى احسن الحال. اللهم يا رب اسالك ان تحول حال المسلمين الى احسن الحال. اللهم يا رب حول حالهم من الجزء الخسف يا ارحم الراحمين. اللهم يا رب اجعلنا اخوان متحابين وعلى الخير متعاونين وبحبلك القوي مستمسكين. هؤلاء الذين نبذوا اللهم يا رب بارك في خطواتهم. اللهم يا رب بارك في خطواتهم. اللهم يا رب اشف مريضهم. اللهم يا رب اسالك ان تشفي غمهم. اللهم يا رب تكرمهم يا ارحم الراحمين وتعافيهم في اهلهم وفي ازواجهم وفي اولادهم. اللهم يا رب اسالك ان تحفظ لنا من البنين والبنات بجاه سيدنا ومولانا محمد سيد السلام. اللهم يا رب اسالك ان ترحمنا فوق الارض وان ترحمنا تحت الارض وان ترحمنا يا رب يوم الارض عليك يا ارحم الراحمين. هؤلاء الذين اكرمونا اللهم يا رب اكرمهم واطعمونا اللهم يا اسالك يا رب ان تطعمهم. اللهم يا رب ارفع لنا المقام بهذه الصدقه. اللهم يا رب ارفع لنا الدرجات. اللهم يا رب اجعل هذه الصدقه حجابا عليهم وعلى اهلهم وعلى ذويهم يا ارحم الراحمين. اللهم يا رب المهين للطعام اللهم الواقفين على هذا الولي اللهم يا رب بارك فيهم. اللهم يا رب اسالك ان تبارك في جهودهم. اللهم اسالك ان تبارك في ظروفهم يا ارحم الراحمين. تبارك في نخيل ونخيل يا ارحم الراحمين. اللهم يا رب اسالك ان تحفظنا برحمتك